خلعت الخمار، خلعت الطرحة الكبيرة يا رميساء. ايه ده يا رميساء؟ انت كنت لابسة الخمار عشان المشاهدات؟ ايه ده يا رميساء؟ انت ليه خلعت الخمار؟ كان حلو عليكي. ايه ده يا رميساء؟ هو انت كنت لابسة الخمار عشان تجيبي مشاهدات وترجعي تخلعيه؟ كنت عارفة ان انت هتخلعيه يا رميساء. انت ليه كده يا رميساء؟ الخمار كان حلو عليكي. ومن ده تعليقات كتيرة اللي على الفيديو بتاع المدرسة. اول حاجة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا رب دايما اشوفكم كده فرحانين وبخير، ودايما كده يا رب في نجاح، وربنا ينجح كل البنوتات اللي في المدرسة زيي، وربنا يرزقكم جميعا كده الكل اللي مشتاق الذرية الصالحة، ويرزق هاي دخت الذرية الصالحة يا رب. فانا الفيديو ده طالعه قاعده لكم كده، جيت لكم من الدرس، وجيت لكم بقى يا حبيب قلبي من الدرس كده، وطبخت بقى وخلصت وروقت البيت وخلاص بقى مفيش وعدش ورايا حاجه. مسكت التليفون بتاعي، مسكته ادور في التعليقات، ادور في الفيديو اللي انا كنت عاملاه، كل التعليقات: الخمار فين؟ الخمار فين؟ انت خلعت الخمار، انت خلعت الخمار، انت كنت لابسه الخمار ليه عشان تخلعيه؟ مبدئيا كل التعليقات دي وتعليق واحد بيقول لي انت لابسه الخمار عشان المشاهدات وخلعتيه تاني عشان جبت مشاهدات ورجعت خلعتيه تاني. مبدئيا الفيديو بتاعي مش جايب، الفيديو اللي انا اختمرت فيه مش جايب مشاهدات ولا حاجه، ولا جايب اللي هو واو وطلع ترند والناس كلها قالت خلاص انت اختمرت وكده. مش جاب اللي هو مشاهدات واللي هو بقى 100 مليون ومليون وكده و100 ألف لا خالص، هو ما جابش كل ده. هو حبايب قلبي اللي اتفرجوا عليه اخواتي متابعيني واتفرجوا عليه وخلاص الفيديو خلص. انما بقى ان مثلا انت عامله اللي انت لابسه الخمار عشان مشاهدات، يا رميساء يا رميساء اللي لابسه الخمار عشان مشاهدات. مبدئيا انا مش محتاجه مشاهدات. اول حاجه لما اطلع مثلا اكون ان انا مثلا انا لبست الخمار، مش هطلع ان انا اقول ان انا لبست الخمار عشان مثلا اجيب مشاهدات. طب تمام، طب انا طلعت اقول مثلا انا لبست الخمار عشان مشاهدات، وفي ناس شافتني ان انا لبست الخمار، ففي ناس زيي لبست الخمار عشان، وده حاجة الحمد لله يا رب كده، وربنا يهدي جميع البنات يا رب ويهديني معاكم. قبل ما ادعي مثلا لنفسي ان ربنا يهديني لا انا هدعي لكل البنات ربنا يهديهم، وقبل ما ادعي برضو البنات ان ربنا يهديهم هدعي لنفسي. فطبعا يا حبايب قلبي ما خلعتش الخمار زي ما انتوا بتقولوا. مثلا مش كلكم، يعني في منكم قال ان هي صغيرة وهترجع تلبس الحجاب وتخلع وترجع تلبس الحجاب وتخلع، وكذلك يعني، لان الحياة تجارب، ودي احسن تجربة انا عشتها في حياتي لحد دلوقتي، لحد زي ما انا دلوقتي عايشة لحد دلوقتي. دي احلى تجربة جربتها في حياتي، واتمنى ان التجربة الجاية ان انا لو جربت الخمار المرة الجاية اثبت عليه ما عادش اخلعه خالص. انا مبدئيا في الفيديو اللي انا كنت بكلمكم فيه وقلت لكم يعني ان انا مثلا لبست الخمار وكده. في اول فيديو قلت ان انتوا مفيش حد فيكم ياخدني قدوه، مش عشان مثلا انا مشهوره شويه، او عشان مثلا يعني عندي متابعين، او عندي مثلا ان انا معروفه ان انتوا تاخدوني قدوه او كده، لا. دايما تاخدوا يعني الكبير قدوه، لان انا اكيد لسه صغيره، فهغير رايي في حاجه وابدل حاجه واغير رايي في حاجه، وكذلك يعني حياه بنعيشها نبدل ونغير ونرجع الحاجه اللي احنا مرتاحين فيها وكده. وانا كنت مرتاحه في ان انا لابسه الخمار، ف دي حاجة مش وحشة خالص ان انت تلبسي خمار، ولا ان انت تلبسيه وترجعي تخلعيه. طب انا لبست الخمار بس خدت الخطوة ان انا جربت الخمار ولبسته، والحمد لله استريحت ان انا لبسته. بس كان رميساء يعني، كرميساء، قلت ان انا لبست الخمار بس ما عنديش هدوم اللي تليق على الخمار. يعني مثلا عندي 3 دريسات لبستهم على الخمار، عبايتين لبستها على الخمار، اي حاجه طويله، كانت اي حاجه طويله عندي بلبسها على الخمار. اي حاجه يعني كانت تبقى حلوه ان هي البسها على الخمار كنت بلبسها. انما بقى ان انا جيت في الفرح، كنت لبست طرحه، بس ما لبستهاش ان انا بينت رقبتي وبينت نص شعري، لا. لبست الطرحه ولبستها لفه حجاب حلوه،
يوم فرح امل اختي. لبستها لفة حجاب حلوة، وكنت جايبه فستان حلو برضو يدل ان هو حجاب يعني. وغير كده كمان ان انا نص هدومي خلاص، ان هو فاهمين ان انا كنت بلبس بناطيل زمان بقى، فاكيد نص هدومي مثلا اللي هي السويتشيرتات الصغيره والحاجات دي يعني، يعني الطقمه الصغيره اللي بتتلبس على البناطيل والكلام ده. فانا شايفه ان انا جربت الحجاب وحبيت الحجاب جدا جدا. ده بالعكس اللي يقول انت لعبتي وانت كده بتلعبي وما اعرفش ايه، والخمار ما فيهوش هزار وما اعرفش ايه. بس الحمد لله انا خدت خطوه ولبسته، وحبيت نفسي جدا جدا بيه، وحسيت ان انا ما شفتش جمالي او حسيت بجمالي غير ما انا لبست الخمار. وحتى لو مثلا تفكروني ان انا يعني بقول كده خلاص عشان الكلام يسكت، لا ابدا. انا نص تليفوني ده، التليفون ده كله كان ملان صور خمار وانواع الاخمره والوان الاخمره. ويعني مش معنى ان انا اخلع الخمار يبقى هلبس بناطيل تاني وهبين شعري تاني وما اقعدش اصلي. ومش هدلكوا ان انتوا تلبسوا الخمار او مش هقولكوا ان انتوا تلبسوا واشجعكوا، لا ده ابدا. انا كواحده جربت التجربه ان انا لبست الخمار، هرجع هطلع اقول لكم البسوا الخمار، وهو كان احسن حاجه عملتها في حياتي الحمد لله. ومبدئيا لو ما لبسناش الخمار في الدنيا هنلبسه في الاخر. ازاي يا رميساء الكلمه دي؟ كنت عادي بقلب على الفيسبوك عادي، كأي واحد بيتفرج على الفيسبوك. بقلب على الفيسبوك فلقيت يعني الحاجات المطلوبة في كفن يعني الست، يعني الامرأة اللي زينا يعني. الكفن المطلوب للست، او في كفن بيكون مطلوب للراجل في حاجة وحاجة وحاجة، ده للراجل، لكن احنا بقى كغير يعني. فاول حاجة كانت مكتوبة في المطلوب خمار. فاحنا لو ما لبسناهوش في الدنيا هنلبسه في الاخرة، واحنا بكفننا بكلنا كده هنروح بالخمار. فالخمار فرض هو والحجاب. لكن النقاب ممكن مثلا هو ما اعرفش هو فرض او لا. بس انا سألت قبل كده وقال يعني اللي عايز يلبسه يلبسه، لكن اللي مش عايز يلبسه عادي مش فرض. لكن الحجاب هو اللي فرض، هتلبسيه يعني هتلبسيه، ده فرض عليك. والخمار برضو ده فرض عليك. لكن النقاب مش عارف، هو مش متهيألي مش فرض، مش عارفة بقى. فالستر مش حاجة وحشة خالص. احنا كبنات عاملين زي الحلاوة كده. لما نكون مثلا الحلاوة تكون متغطية ومحدش يعرف اللي جواها، ولا حد يعرف طعمها، ولا حد يعرف شكلها، بس هي من جوه وهي متغطية حاجة جميلة وحاجة في منتهى الجمال. بس الحلاوة دي مش بيشوفها غير اللي هياخدها واللي ملكاه يعني، فاهمين؟ مثلا جوزها كده يعني. لكن انا ما اقولش ان انا طلعت يعني ما طلعتش ان انا قلت يعني ان انا ده الخمار انا خلعته وما عادش هلبسه ما اعرفش ايه. لا انا بالعكس، انا بشوف، انا ما بغيرش من البنات اللي هم بيلبسوا بناطيل وبيلبسوا وبيبينوا شعرهم ابدا. انا بغير من البنات اللي بيلبسوا خمار واللي بيكون شكلهم جميل كده، تحسهم فراشه كده وهم ماشيين، يكون شكلهم جميل قوي. ربنا يحميهم يا رب ويا رب كده. نفسي والله البسه، نفسي البسه، بس المره اللي انا البسه فيها بقى ما عادش اخلعه ابدا. يعني مثلا اجيب جميع انواع الخمار، خمار كوري وخمار فرنسي وكل الخمار. بس انا كان غلط من عندي ان انا كنت قاعده كده في امان الله وقمت قايله ايه ده، ما اقوم البس الخمار. يعني اقوم البس الخمار، انا بعد اهو انتظمت في صلاتي، انتظمت ان انا ما اقعدش بتفرج على اغاني كتير. ما مثلا حبيت شكلي في الخمار لما جربته كتجربة يعني عادي قبلها. فقلت لما اقوم البس الخمار واثبت عليه والبسه. فكان عندي موجود 3 اخمرة، ابيض واسود ولون اللون ده. فقمت لابساه. ما كانش عندي الا 3، وكنت بغير فيهم كل شويه، اغير فيهم واغير فيهم، البس ده والبس ده، وكنت بغير فيهم يعني. ف قلت بالعكس، يعني انا لو عايزه هجيب خميره وهجيب وهلبس وكده. بس يعني حسيت ان انا لو جبت خميره من دلوقتي وخلاص جبت كل حاجه وانا لابسه الخمار ساعات، يعني هكون ايه، لا ده انا هخلع الخمار لا ده انا مش جاهزه للخمار. وبالعكس ان انا لبسته في الحر وفي عز الحر وفي ناس لبسته في الحر وخلعته تاني عشان الحر. انا لا، انا ما خلعتوش. انا يعني من قريب، والحته كانت ساعتها يعني
بقت حلوة يعني من ريحة الشتا كده شوية. فاستحملت في الحر ان انا البسه. الحر الدنيا مش زي حر الاخرة طبعا، وده حاجة معروفة. لبست الخمار وقلت هلبسه وخلاص. رجعت اقول انا هجيب ليه وممكن ما عدتش البسه تاني وكده. فقلت انا لما اجيبه وافكر ان خلاص ان انا هلبس الخمار يعني ما عدتش اخلعه خالص، وهجيب الوان واشكال وكل حاجة. وزينة المرأة مش في مثلا ان هي تلبس بناطيل او تلبس دلق، الزينة في ان هي تتستر وتبقى مستورة كده عشان ربنا يسترنا في الدنيا وفي الاخرة. فطبعا الغلط مني، انا طبعا معترفة بالغلط ان انا يوم المدرسة، يوم فيديو المدرسة، ما كنتش لافه الطرحه وكنت لبست وخلصت وما كنتش شايفه قدامي، كنت نايمه اصلا. فلان ما كنتش نمت الا ساعه فما كنتش شايفه قدامي، فكانت الفيديو كنت مش لافه الطرحه، كاني مثلا كنت حاطاه ورا وزوري باين ورقبتي باين. فدي حاجه طبعا غلط مني. وانا طبعا ما عدتش بلبس بناطيل خالص، بناطيل ما عدتش بلبسها. كل اللي بقيت بلبسه دريسات، هدوم طويله، عبيان، ده اللي عدت بلبسه. ومش يعني ان انا كارهه ان انا البس ده، لا بالعكس، انا حابه ان انا لابسه ده، وحابه ان انا ستره نفسي، لان انا عايزه ان انا ابقى زي الملكه كده، ان انا مثلا لابسه الهدوم وجسمي مش باين، تفاصيل الجسم مش باينه. آه، بعكس ان انا البس بناطيل وتفاصيل الجسم باينه وكل الشباب بتبص. وعامه الشباب لهم دماغ والبنات برضو لهم دماغ. احنا كبنات مش في دماغنا حاجه ان حد يبص علينا، لكن هم في دماغهم حاجات تانية. ف انا الحمد لله ما عندش بلبس بناطيل، مش بلبس بناطيل اصلا. ولبس كل دريسات مش معنى ان انا خلعت الخمار يبقى البس بناطيل، لا انا هلبس دريسات. وبالعكس كمان ده مش خمار اهو، ده طرحه عادي اهي، بس انا حابه اللفه دي. هي مش خمار، انا عاملاها كده، جايباها كده وعاملاها كده وعامله دي كده، مش ربطها بدبوس، بس انا حطاها يعني رميها ورا كده. بس ده مش خمار عشان تقولوا ان ده خمار، ده مش خمار، ده طرحه. وهي عاملاها كده لان حابه اللفه دي ولايقه عليا. فطبعا ربنا يهدينا جميعا، ويا ريت ما يعني ما نفضلش ما نصدقش ان في حاجه، يعني ما نصدق في حاجه ان انت خلعت الخمار يبقى عشان مشاهدات. انت انت مثلا اتجوزتي يبقى عشان مشاهدات، اتطلقتي يبقى عشان مشاهدات، انت وقعتي عشان مشاهدات، انت عملتي كده عشان مشاهدات. ما فيش يعني البني ادم المريض هو اللي باخد في دماغه كده ان كل حاجه انت عملتيها عشان مشاهدات. مش كده خالص. احنا بنطلع عارفين الناس بتحبنا، وعارفين من غير مشاهدات ان الناس هتدعمنا وتحبنا، فمش في دماغنا مشاهدات ولا اي حاجه من دي. بس كالناس المريضة بقى اللي هي بتكتب بعيد عن حبايب قلبي وبعيد عن اي حد، اللي هما بيكتبوا ان كل حاجة عشان مشاهدات. انت ما تعرفش في حياتنا ايه ولا احنا نعرف في حياتك ايه. فانت الخبز لو فيك في قلبك، واحنا الطيبة لو فينا في قلبنا بس. فانت مش هتعرف اللي في قلبنا ولا احنا اللي هنعرف اللي في قلبك. بس انت الانسان اللي بيكون مثلا حقود كده من قلبه بيبان على وشه، بيبان عليه. فالحمد لله ان احنا حنيتنا وطيبتنا باينة علينا، ومش عشان مشاهدات او عشان الكاميرا ومن ورا الكاميرا حاجه ابدا. انا القريبين مني، صحابي، اخواتي، اهلي، عارفين كويس، واحنا كلنا عارفين بعض كويس، اللي احنا زي ما قدام الكاميرا زي ما ورا الكاميرا، مش كواليس وكده، لا ابدا، احنا مش كده خالص. والحمد لله اللي احنا ربنا منزل علينا كده حنيه وطيبه كده، ان احنا نديها للناس، مش مثلا نشيلها في قلبنا وندي كره، لا ابدا. احنا الناس كلها حبتنا لاننا حنينين وطيبين، عشان كده الناس حبتنا. فحابة اعرفكم ان انا خلعت الخمار، بس مش معناه ان انا يعني مش هلبسه تاني. هلبسه ان شاء الله، وهلبسه وهرجع لكم وهفكركم وان انا لبسته وما عادش اخلعه ابدا. والحمد لله على كل حال. وما تاخدونيش قدوة يا جماعة، عشان خدوا حاجة كبيرة كده، قدوة احسن مني، خدوا رسول الله قدوة عليه الصلاة والسلام، خدوا حد من الانبياء قدوة كده، ان انت تبقى زيه. لان بيقول مثلا اللي يعني انت بتحب حد قوي من قلبك، يعني هتحشر معاه في، يعني لو حد وحش وحد عمايله مش كويسه او كده، او مثلا يعني بتحب حد من المغنيين وتحبه قوي، مش مميز حد عنه، هتتحشر معاه في النار. لو حبيت مثلا حد كويس زي الدكتورة هالة، زي ده زي ده زي الشيوخ، زي مثلا الأنبياء، هتتحشر معاه في الجنة. ف
ربنا يا رب يجعلنا من اهل الجنة. فالحمد لله على كل حال، وربنا يهديني ويهدي بنات المسلمين جميعا. وكده طلعت الفيديو عشان اوضح لكم انا كان كان رد ايه، وكان ان انا في نيتي ايه. وبس كده، وعايزه اقول لكم هتوحشوني في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي. نسيت اقول لكم، ما تنسوش ايه تتقال ايه. ما تنسوش تدعوا لاحمد، احمد جوز اختي واخويا، حبيبي في الله والله. يا ربنا يا رب يطلعه بالسلامه ويفك كربه. وما ننساش برضو في كل الفيديوهات ندعي له كده. نسيت اقول لكم صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، او ممكن قلت لكم بس مش فاكره. ما تنسوش تدعوا لماما كده، ربنا يرحمها يا رب. وطبعا تدعوا لي ان انا كده انجح واخش ثانوي كده واللي في بالي يتحقق ان شاء الله. واشوف وشكم على خير الفيديو الجاي. مع السلامه.